الآن الإخوان في النادي العربي احتجاجهم، أنا أقول لك حق مشروع للعربي أن يحتج، حق مشروع. وحق مشروع للجماهير العربي أن هذا حق مشروع. بالنهاية في ناس قانونيين وهم من حكمهم. تمام. لكن أبو شهد أنا عندي شغلة. تفضل. يعني الحين المشكلة بين الكويت والعربية، خلينا نقول السالمية والجهرة. أنا عتبي كبير عن هذه القادسية برئيس الشيخ خالد الفهد ورضا معرفي، نحترم القادسية وتاريخ القادسية وجماهير القادسية، ولكن يفترض أن الآن احنا نحاول أن تعدل الوضع الرياضي، لا تستغل اللي صاير بين الكويت والعربي والاتحاد، لا تستغل. أصلا هذه تبي أقول لك شيء بكل أمانة، هذه ما هي من شيء من الرجال. انك تستقل الوضع اللي صاير. وليش شفت استغلال؟ استغلال لما انت ليش استغلال عادل؟ خلينا نفترض انهم شافوا يعني اذا العرب يا جماعه ما يصير بعد، خلينا نتناقش لانك انت قلت الحين كلمه قويه ليس من شيء من الرجال. نعم. اولا يكرمون، هذا واحد. ثانيا عادل، انا لما اشوف موقف من وجهه نظري موقف غير صحيح واتخذ على اساسه موقف مع المظلوم، وجهه نظري يا اخي هم يشوفون العربي مظلوم وخذوا اتخذ، ليش شفت استغلال؟ زي ممتاز. بالعكس انا اشوفه اذا هم يشوفون الموضوع هذا فروسيه. ممتاز.